السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش شعر العرايس بسوهاج وأسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش شعر العرايس. أول حاجة أنا بس أحب أقول لكم إن أنا ده أول فيديو إن شاء الله هنزله عندي على قناتي على اليوتيوب. أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في فيديوهاتي. أول ما ندخل باب شقة العروسة هنا هنلاقي دي الركنة معاها كرسيين، الركنة لون والكرسيين لون تاني، دخلت لونين في بعض حلو جدا، يعني الألوان هنا مريحة للعين أكتر. دي الشاشة وتحتها ترابيزة الشاشة، هنا حطينا دي أنتيكات لتحت الشاشة، ودي الشيالة المفروض إنها تتحط على الترابيزة بس كانت لسه ما جاتش. هنا لو تلاحظوا العروسة عاملة ستاير لون ولون، برضو كانت حاجة حلوة مش وحشة. نفس اللونين اللي عندها في الركنة والكرسيين، فحبت إن هي تغير بس في الألوان شوية، كانوا حلوة جدا بسم الله ما شاء الله. في الناحية التانية هنا كان موجود السفرة والدلسوار والنيش. ده الدلسوار حطينا عليه شمعدان، ده طبق أطباق جيلي بس كانت حاجة قيمة يعني، حطيناهم هنا على الدلسوار. ده شكل الدلسوار. عايزة أقول لكم هنا النيش والدلسوار كان شكله مميز جدا، اللهم بارك. ده شكل النيش. هستنى طبعا رأيكم، ما تنسونوش في اللايك، وهستنى رأيكم تقولوا لي ايه رأيكم في أول فيديو أنا هنزله على القناة عندي. ده كده الصيني. حطينا أول حاجة من تحت الأطباق، هو كان طقم كامل، جمعنا هنا كل الأطباق بمقاساتها وأشكالها المختلفة. ده طقم الصيني كامل مش نص الطقم، في ناس بتجيب نص الطقم وفي ناس بتجيب طقم كامل، بس أنا بحب لو النيش كبير هتجيبي نص، هتجيبي طقم كامل، لكن لو النيش صغير هتجيبي نص طقم. هنا جمعنا كل فناجين القهوة والشاي بمقاساتهم، طبعا عشان هو كان طقم كبير بسم الله ما شاء الله فمالي معانا رفين. هنا بقى الرف ده حطينا فيه طقم الفطار ومعاه طقم كاسات. ده طقم الفطار برضو كان شكله مميز جدا على هيئة حصان، رسمته كانت حلوة بصراحة. ده كده طقم الفطار. أخد معانا رف ومعاه طقم كاسات. نشوف الرف اللي بعده. هنا جمعنا كل الأطقم الكاسات، ده طقم كاسات بدورة، وده كان طقم كاسات فضي حطيناه في النص بالدرق بتاعه، وجنبيه برضو كان طقم كاسات، طقم شوب بالكوبايات بتاعته لونه ذهبي، يعني الناحية دي كان ذهبي والناحية التانية كان طقم كاسات ذهبي، في النص فصلنا بينهم بطقم كاسات فضي. وهنا ده طقم فناجين قهوة. ده كده شكل النيش. يبقى تحت حطينا رفين صيني، طقم الصيني، ورف طقم الفطار، والرف اللي من فوق أطقم كاسات. أتمنى يكون شغلي واضح وعجبكم، ولو حبيتوا شغلي ما تنسوش تدعموني، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في فيديوهاتي، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ده كان كده خلاص، ده هنا النيش خلص. هنشوف بقى الدلسوار. زي ما قلت لكم هنا حطينا في طقم شمعدان كده بيجي مع بعضه حطيناه هنا. ده حطينا هنا طقم الاركوبايركس جمعنا في رفين. كنت بالمناسبة عايزة اقول لكم طبيعة شغلي، انا بفرش شعر عرايس، برص دواليب ونيش ومطبخ، وبنفرش سراير وبرص التسريحة وبنزل العروسة شقتها، بس طبعا احنا ملناش علاقة بالنظافة خالص. وهنا حطينا ده طعم البايركس لونه رمادي، ربنا يا رب يهنيها ويسعدها بكل حاجتها. لو حبيت تشوفوا شغلي اللي ما يعرفش صفحتي، انا صفحتي باسم ام احمد المصري لفرش شقق العرايس بسوهاج واسيوط، عليها كل شغلي صور وفيديوهات. القناة هنا هنزل عليها كل الفيديوهات اللي انا نزلتها على الصفحة ان شاء الله. ده كان طقم صيني حطينا نصه في المطبخ حطينا نصه هنا. ده طقم بولات شوربة.
وبرضو اللي حابب يستفاد، انا عندي على الصفحة عاملة قائمة بجهاز العروسة بالاعداد، اللي حابب يشوفها دي قائمة مصورة ممكن تحتفظي بيها وتعرفي ايه الاعداد المناسبة. طبعا اعداد مناسبة وهادية مش اوفر، علشان بعد غلاء الاسعار يعني نحاول نقلل شوية في الكمية. وكده يكون الفيديو خلص، واتمنى اشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. مع السلامة.